اتحولت من قرية متواضعة لمدينة سياحية من الدرجة الأولى، جوهرة مصرية على ساحل البحر الأحمر. واسمع القصة. خلينا نسافر أنا وأنت صديقي النهاردة لمصر، تحديدا الغردقة. حياة وناس من كل أنحاء العالم وأنشطة ما بتخلص، من غوص لسباحة لشواطئ لسفاري. لو اتكلمنا على موقعها الجغرافي فهي مدينة على ساحل البحر الأحمر، شريط طويل بطول الساحل ممتد تقريبا 36 ل 40 كيلومتر مربع. فيها كمان مطار الغردقة الدولي من أكبر مطارات مصر، وبوابة رئيسية لدخول السياحة للبحر الأحمر. ولو اتكلمنا عن التاريخ، قلنا شوية جغرافيا نقول شوية تاريخ. فهي قبل الحداثة المنطقة كانت ممر للتجارة القديمة، تجارة البخور والتوابل وبعض المناجم الصغيرة في الجبال، والسكان كانوا صيادين وبدو. وأواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20 اكتشفوا البترول والمنجنيز، وده زود أهمية المدينة. ومن السبعينات للتسعينات العصر الذهبي لبداية السياحة، أول المنتجعات والفنادق وبداية الاستثمارات المحلية والأجنبية. الغردقة كمان متقسمة ل3 مناطق رئيسية، كل واحدة فيهم ليها طابع ولون الخاص بيها. أول منطقة وهي الدهار، ده اولد تاون، الحي الأقدم في المنطقة، سوق السمك بقى والمحلات والمطاعم الشعبية. تاني مكان وهي السقالة، فنادق ومحلات سياحة ومكاتب رحلات، وليلها في حركة وسهرات خفيفة. والمكان الثالث وهو الممشى السياحي، مارينا الغردقة، شارع طويل وتمشى بقى، كافيهات وعروض وموسيقى. ودلوقتي كمان في احياء جديده بتتبنى شمال وجنوب الغردقه، ده غير ان جنبها سهل حشيش والجونه. جوها جميل طول السنه، بس لو رايح وعايز تحديدا اكتوبر نوفمبر مارس ابريل، الربيع والخريف. صيف شتاء الجو معتدل برضو. شواطئ الغردقه بقى تسحرك، وكل الانواع موجوده، عامه ومجانيه تلاقي، زي شاطئ الممشى وشاطئ زيتونة والمينا. شواطئ بقى فانسي وفخرة وأجواء سويرسية عليك وعجونة أو سهل حشيش ومكادي بي. بتحب بقى الهدوء والهروب زي كده، عندك جزيرة أبو منقار، مساحات جميلة وفيها أشجار المنجروف. حد يعرف أشجار المنجروف؟ اللي عارف يكتب لنا في التعليقات. والجزيرة دي كمان ممكن تغطس فيها. أيوة، جبنا سيرة الغطس، تعالى بقى في ملعبي. دي الغردقة جنة، بس خليها الحلقة الجاية، وبالمرة أقول لك شوية نصايح قبل ما تروح. أهل الغردقة من أطيب الناس اللي ممكن تتعامل معاهم، أساسهم قبائل العبابدة وأنسام بدوية محلية، فكرم الضيافة ده عندهم العادي. السؤال هنا بقى، حد راح الغردقة قبل كده؟ وإيه أكتر حاجة عجبتكم؟ وقولوا لنا غالية ولا مش غالية؟ اكتبوا لنا في التعليقات عشان نكمل المرة الجاية. ودمتم سالمين.